السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أبطال بفيديو جديد. فيديو النهاردة حل قطعة بسيطة في الفرنساوي وبطريقة سهلة جدا للصف الأول الثانوي في الترم الأول. ما ننساش بداية كده يا أبطال في بداية الفيديو ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش فضلا وليس أمرا إنكم تفعلوا الجرس وتعملوا الاشتراك ولايك. وتعالوا يلا يا أبطال نبتدي فيديو النهاردة. بداية كده يا أبطال، طبعا الفرنساوي مادة سهلة جدا، وكمان واحنا بنحل واحنا بنقرأ أو احنا بنحفظ أيا كان هنلاقيها ان هي ممتعة جدا. تمام. فهنا جبنا قطعة كده بسيطة، نبذة كده عن الامتحانات اللي هنبدأ ان احنا ناخدها، وان احنا نتدرب ازاي نحل في الثانوي في المواد كلها. تمام. وطبعا اللي مش عارف قناتي ادرس مع منى، طبعا فيها شرح بقى للمواد، فيها بقى حل، فيها كل اللي انت تتمنوه. بداية كده الشرح بيكون بداية من سنة تانية اعدادي، الترم الاول طبعا والترم التاني هتلاقوا بقى شرح كل المواد وكمان في كل الدروس بإذن الله. وهتلاقوا برضو حل كتب الدروس، كتب مثلا معاصر، كتب الامتحان، اي كتاب طبعا احنا بنستخدمه، وكمان كتب المدرسة. تمام. فلو مش مشتركين في القناة ابطال ما تنسوش طبعا فضلا وليس امرا تضغطوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. ويلا يا ابطال نبتدي فيديو النهارده. زي ما قلنا هنحل القطعة البسيطة اللي قدامنا دلوقتي. اول حاجة كده جاب لنا قطعة وجنبها صورة اللي هما في الكلاس، الفصل او في المدرسة. تمام. ده فصل من فصول المدرسة، الطلاب بقى والميسيو معاهم بيبدأ ان هو يطرح عليهم اسئلة، وزي ما احنا هنشوف دلوقتي. هنا بقولك ان كلاس يعني في الفصل. تمام. لو بروفيسور يعني الميسيو او المدرس. الميسيو بقى بيقول ايه؟ بونجور مي اليفز، يعني مرحبا يا طلابي. الاليفز دول اللي هما الطلاب ردوا عليه بيقول مونجور ميسيو. دي بقى اسمها ميسيو مش منصور. تمام. ميسيو ده المدرس اللي هو بيدينا او بيدرس لنا مادة الفرنساوي، اسمه سيدي، معناها باللغة العربية سيدي، اما بقى بالفرنساوي اسمها ميسيو. تمام. فالطلاب ردوا عليه قالوا له صباح الخير يا سيدي. فالمسيو سألهم سؤال من واحد من الطلاب اللي قدامه، قال له اسمك ايه؟ قال له tu appelles comment؟ فرد عليه الطالب ده قال له جو مابيل بير فرانسو، يعني اسمه بير فرانسو. ما نقولش بقى ان فرانسو دي اللي هي الجنسية بتاعته ان هو فرنساوي، لا اسمه كده بير فرانسو. تمام. فسأله قال له ما عمرك؟ يعني قلاجتي يعني ما عمرك. تمام. فرد عليه بير فرانسو وقال له جي كانزو، يعني عندي 15 سنة. فقال له ايتو يعني وانت؟ المدرس قال له واحد تاني للزملاء اللي قاعدين جنب بعض، فقال له واحد تاني جوبل. قال له وانت يعني عندك اسمك ايه؟ رد عليه قال له جوبل جين ليدوكس، وكمان الطالب ده عنده 16 سنة. تمام. بعد كده ردوا عليه اللي هو جين وكمان بير، قالوا له ايفو مسيو، يعني وانت كمان يا مسيو؟ كمان في فو ابيلز. رد عليهم المسيو قال لهم جوبل هنري جاك، يعني هو اسمه هنري جاك وعمره 50 سنة. تمام. جي سي بروفيسور دي فرنش، يعني ان هو مدرس الفرنساوي. دي قطعة ببساطة عبارة عن ميسيو او المستر معاهم كده في الفصل، يكلمهم الطلاب قدامه، بيسأل كل واحد فيهم ده اسمه ايه وده اسمه ايه. عنده طالبين هنا معانا في الفقرة دي اللي هو بير فرانسو وكمان جاك ليدوكس، والمسيو ده اسمه هنري جاك وعمره 50 سنة، وده مدرس الفرنساوي. لخصنا القطعة دي، تعالوا نشوف عليها الأسئلة بتاعتها. قدامنا دلوقتي 4 أسئلة، دي قدامنا بس ال4 أسئلة بتوع القطعة، بيكونوا 4 أسئلة صغيرين خلال فهمك للقطعة اللي قدامك دي. أول سؤال نمبر 1 بيقول لوني دي بير است، يعني بير ده اللي احنا لسه شايفينه من شوية اللي هو اسمه بير. بيقولك بير اسمه ايه؟ يعني اسم بابا او والده ايه؟ طبعا هو قالك اسمه بير فرانسو، هندور على فرانسو هنلاقي ان هي لتر دي، يبقى نختار الإجابة بتاعتنا لتر دي. تمام. سؤال نمبر 2 بيقول مسيو هندرا، يعني السيد هندرا او المدرس اللي هو اسمه هندرا، سبيس يعني عنده كام سنة؟
طبعا هنقول سيكونت، يعني عنده 50 سنة زي ما جالنا في الفقرة. يبقى السيد او المسيو هنري عنده كام سنة؟ 50. طبعا هنختار الاختيار letter B. letter 3 او number 3 جان بير سونت، يعني اللي هو زي ما احنا قلنا جان وبير يبقوا ايه لبعض. طبعا هما كانوا طلاب في المدرسة او زملاء في المدرسة امام المستر، فبيسألهم ده اسمه ايه وهو قاعد جنبه اسمه ايه برضو. فعندك هنا دي بروفيسور يعني معلمين، لا طبعا دول كانوا في الفصل والمستر بيسألهم، يعني دول طلاب. تمام. ولا دي فرير يعني اخوات، برضو لا طبعا، يعني ده اسمه بير فرانسو والتاني اسمه جان ليدوكس، يعني مش اخوات، كمان ان هما زمايل في المدرسة. لتر سي دي كاميراد دي كلاس، يعني زملاء في الفصل. طبعا هي دي الإجابة اللي هتكون صحيحة لأن هما زمايل أو أصحاب في الفصل، فالإجابة هتكون معانا لتر سي. وطبعا دي في زون يعني جيران، لا طبعا. تمام. آخر سؤال معانا هنا بيقولك ايه؟ سيز بيز هي اللي هو سيز يعني عنده كام سنة؟ اللي هو مين فيهم عنده 16 سنة من الفكرة زي ما احنا قرأنا. طبعا اللي عنده 16 سنة فيهم اللي هو جين ليدوكس، قال اللي هو عنده 16 سنة. تمام. يبقى الإجابة لتر ايه. واللي عنده 15 سنة زي ما احنا قلنا اللي هو بير فرانسو. معانا بقى هنا كده الاربع الاختيارات والاربع الاسئله اللي احنا حليناهم دلوقتي من القطعه، وقدامنا الحل بتاعهم. نركز فيهم كويس قوي لان هم سهلين ولكن محتاجين تركيز وان انت تشغل عقلك فيهم، لان الثانوي كله عباره عن اختيارات واستبعاد الاختيارات دي. تمام. فما ننساش بقى يا ابطال فضلا وليس امرا ان احنا نشترك بالقناه، لان هتلاقوا كل الفيديوهات الحلوه جدا اللي هتكونوا منتظرينها دايما في شرح بقى، يعني قطع حل بقى عربي، انجليش بقى، فرنساوي، اي مادة بقى، احياء، كيمياء، فيزياء، اي حاجة تتخيلوها بقى برضو. وفي اولى وتانية وتالتة اعدادي بداية زي ما احنا قلنا تانية اعدادي سوري، عشان ما كنش يعني ان انا قصرت معاكم في حاجة. تمام. بننزل كل المواد وبطريقة سهلة جدا وكمان بطريقة ممتعة جدا في القناة كلها. فما تنسوش بقى يا ابطال تفعل الجرس معايا كده عشان يوصلك كل الفيديوهات، وتشترك بالقناه وتكتب لي كومنت جميل جدا وايه قدر الاستفاده اللي استفدته من فيديو النهارده ومن القناه يعني عموما. تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت معكم منى وجيه. ما تنسوش تصلوا على النبي وتشجعوني، والى اللقاء.